بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا ولاد؟ عاملين ايه؟ وحشتوني قوي. بما ان عندي حته فاضيه كده ورا البيت. يعني بعتبرها جنينه، يعني المهم ان انا مش كنت عاملاها جنينه زي ما انتوا شفتوها كده في الاول. شفتوا الكراكيب اللي كانت فيها عامله ازاي؟ كنت عاملاها بقى، بص، برمي اي حاجه مش عايزاها ومش محتاجاها برميها فيها. المهم بقى الدنيا غليت معايا وكده، والجو مش عارفين الاسعار عملت ازاي. فقلت استنفع بقى بالمكان ده. استنفع بيه ازاي بقى؟ ازرعه بقى بتنجان وفلفل وطماطم وفجل وجرجير كده، وهظبط الدنيا. انتوا شايفينها حته صغيره بس هي كويسه، يعني هي لو حته صغيره حتى، بس يعني استنفعي بيها. لو عندك مكان زي كده استنفعي بيه بجد. احنا في الزمن اللي احنا فيه ده، يعني اعملوا اي حاجه. آه قلت بقى استغل جوزي في اليوم الاجازه اللي هو قاعد فيه ده، وايه، واخليه ينظف المكان ده كده ويظبطه ونظبطه سوا. يعني المهم مش هو لوحده يعني. كان في عندي نضفت تحت الطير وكده، عندي شويه فراخ كده ونضفت تحتهم ورميتهم. هو بقى بيخلط الحاجات اللي طالعه من تحت الفراخ على الرمله والحاجات دي. ايه ده؟ زي سماد يعني. بدل ما تشتري سماد، لا ده سماد بلدي بقى، حلو نضيف يعني. المهم خلط ده على ده كده، وقعد يعمل في الارض شويه الاول بالفاس كده، عشان خاطر ايه؟ الرمله كانت ناشفه بقى من زمان، ما عملناش فيها حاجه، ولا زرعنا فيها ولا حاجه ولا استعملنا. وانا طبعا عايزه استغل المكان ده. وجبت شويه صبار كده وزرعتهم قدام الجنينه من ورا، على ما نجيب لهم شجر كده ونزرعه. قعد بقى يخطط بقى عشان خاطر نعملها خطوط كده، وايه، نزرع بتنجان وفلفل وطماطم ونظبط الدنيا كده زي ما انتوا شايفين. واحمد بظبطها وراه اهو، شايفين؟ فلاح 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 على اصوله. ولا عمره مسك الفاس، اول مره يمسكها يا جماعه. كده نضفنا المكان زي ما انتوا شايفين. شفتوا في اول الفيديو كان عامل ازاي، ودلوقتي ما شاء الله عامل ازاي، ولسه هتشوفوه كمان لما شايفين. فلاح فلاح. لسه بقى هتشوفوه لما نزرعه ان شاء الله. هجيب بقى البتنجان والفلفل شتل كده، وهنبدأ نزرعها وهكون معاكم خطوة خطوة. وإن شاء الله بإذن الله كمان أنا هستغل السطح عندي فوق، وهنزرع فيه كمان خضار وجميع الخضروات إن شاء الله بإذن الله. خليكم معايا خطوة خطوة، وهوريكم إزاي تزرعوا وإزاي نستعمل السطح كمان. يعني إيه في الوقت اللي احنا فيه ده؟ طبعا أي حاجة لازم نستغلها يا جماعة. بدل ما تروحي تشتري خضار من السوق وكده، كل حاجة هتكون تحت ايدك، وايه، وتجيبي من الارض بتاعتك وانت قاعدة كده في قلب البيت. تمام. هو بدأ كده خطط الارض زي ما انتوا شايفين كده. هي حتة مش كبيرة قوي يعني، ولا صغيرة قوي يعني، كويسة. حتة كده عاملينها جنينة ورا البيت كده، حلوة معقولة يعني. وسيبنا مكان كده نمشي منه ونروح ونيجي كده عشان نفتح الباب وكده يعني منه. بدأ يخطط احمد، بدأ يساعد باباه اهو. شكله تعب لانه مش ليه في الفلاحه، وعمره ما مسك فاس، واول مره يعملها. خلاص كده هنسيب بقى الحته الفاضيه اللي ورا دي بقى ان شاء الله باذن الله نعملها فجل وجرجير. الحته اللي تحت رجلين احمد دي هنبدا بقى نسقيها سقيه كده قبل الايه، قبل ما نزرعها يعني. هنبدا نسقيها. هنا احمد عمال اقول له يا بابا كفايه، وهو يقول لي طب كمان يا ماما. لا، اقول له كفايه يا بابا، بس الحته دي هنعملها حوض كده نزرع فيها فجل وجرجير. مش راضي يسمع الكلام. المهم قلنا نسقي بقى الصبار زي ما انتوا شايفين. وكمان هسقي الحته الارض بقى بعد ما احنا خططناها وكده وحددناها. بعد كده هنبدا نسقيها زي ما انتوا شايفين كده. السيد بيسقي فيها، سمعتوا صوت الميه كده؟ السيد هيسقيها كده وتتقطر وخلاص كده. استنوني بقى في فيديو جديد واحنا بنجيب الشتل ونزرعها مع بعض ان شاء الله. كل حاجه هعملها معاكم. ما تنسونيش بقى قناتي على اليوتيوب اسمها مطبخ جميله لطيف الاشهى الاكلات. بحبكم في الله، ربنا يديمكم نعمه في حياتي يا رب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.